بدأتي؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. داخل علينا رمضان وكل سنة وانتم طيبين. فاحنا بقى بنجهز تجهيزات رمضان. طبعا أول حاجة الواحد يعملها إيه؟ هسيح سمنة. فقبل ما هسيح السمنة دي 2 كيلو كريمة. 2 كيلو كريمه. ال 2 كيلو كريمه دولت انا جايباهم بكام؟ ب 190 جنيه. فانا هضربهم معاكم دلوقتي وهنحول الكريمه ديت لسمنه او لزبده، وبعدين ايه نشوف هنعمل بيها ايه. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله لا اله الا الله. طبعا ما نسيبش حاجه في الكيس، الحاجه بقت غاليه مولعه. ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضربها بقى لحد ما تتحول معانا ايه لزبده. هي لسه ما فكتش شويه. وقف يا رب. مجمده هتتعبني شويه، لسه والله ما فكتش انا. لكن هي لو فكت كانت اتعملت على طول، مع اني مطلعاها من الصبح من الفريزر. مش عارفه في ايه بقى، تعبت لي صوابعي. وانا بقى ربنا مش يوسع علينا، احنا نوسع على نفسنا. جايبه اصغر الطبق واعمل فيه، المفروض جبت الطبق الاكبر من ده. انا كنت على الحاسه بس ما رضيتش بقى عشان برضه اهي كده. هي ايه طالما ايديا ملطت كده كده هي قربت، بس عايزه جهد، عايزه جهد بصراحه يعني. وتيسير مش راضيه تعملها لي، تيسير مش راضيه تعملها لي، بتقولي لا عشان ما اطلعش معاكي في الكاميرا. اليوتيوب هيولع لو ما طلعتيش فيه بصراحه. صلوا على النبي يا جماعه كده، قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. تعالوا قرب عليا يا روضه. بصوا ارفعي يعني انا ابقى باينه معاكي كده. بص اهو، اهي بص ميتها اهي. الصلاه على النبي اهي كده بقت زبده اهي. تعالي تيسير هاتي لي ميه هنا، افصلي يا روضه قبل ما تيسير تجيب لي. بس زي ما كله اهي. اعصريها قوي عشان تنزل الميه اللي فيها كلها اهي. بصي اهي اعصري قوي، كل ما تعصري كل ما هتاخدي زبده بس اهي. على فكره دي طلعت صفرة، شكل اللبن دوت لبن بقري على لبن جاموسي اهي. سيبي بس الجو شتا ايه ماسكه نفسها قوي يعني. يعني ال 2 كيلو كريمه دولت ممكن يجوا 2 كيلو الا ربع سمنه. طلعش كتير، طلعش ميه كتير، بس سمنه زبده فلاحي 100%. احسن ما تشتريها وتطلع ايه مغشوشه. انما دي كريمه. وبعدين السمنه الزبده دلوقتي الكيلو بعامل 180 190 جنيه كيلو. فانت ال 2 كيلو ب 190 جنيه هتاخدي منهم 2 كيلو الا ربع. شوفي بقى وفر قد ايه. اهو من القرص كده. لا بس ايه هشكلها بس تشكيل كده بسرعه. انا كده كده ايه اهي. بصي هشوف هتطلع معانا كام حته. الصلاه على النبي الله.
بص شويه الميه طلعت منهم قد ايه، ما يجوش ربع كيلو. حط بقى ميه هنا علشان ايه ما تلزقش في الطبق اللي الستانلس ستيل. يلا بقى هنروح المطبخ هنشوف هنعمل ايه، وهنعمل بقى حاجه حلوه من السمنه دي. بصوا يا جماعه هنا هنسيح ايه الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهي. بصوا طب 4. الحته الصغنونه دي بقى هنعمل بقى حاجه حلوه، بما ان عندنا سمنه والدنيا ايه هايصه. خليكم معايا. بصوا بقى احنا هنفضي القسط عشان ايه اصبنه واحط فيه ايه السمنه على نضيف. فانا هفك السمنه اللي فيه كلها واحطها في طبق صغير كده، وبعدين ابقى ايه اعينها اعمل منها الاكل. ماشي. الطبق هنا بس اما نفضي القسط عشان هنصبن بقى ونشوف هنعمل ايه. وقفي بقى دقيقه واحده. همزل السمنه اللي في الجناب بتاعته بس عشان السمنه فيها الجناب بتاعته فيها سمنه كتير. وقفي بقى عبال ما السمنه على طول بقى قبل اي تسيح سمنه افضيه وانضفه كويس واغسله. واهم حاجه تتاكدي منها ان انت شطفاه كويس عشان الصابون وريحه، لو صابون ليه اي ريحه او اي حاجه تشطفيه كويس وبعدين تكفيه لحد ما يصفي ميته. لازم يصفي ميته عشان لما تخزني السمنه فيه السمنه ما تعفنش، وبالذات احنا داخل علينا الصيف. الصيف ممكن يخلي السمنه تعفن لو فيها ميه لو فيها اي حاجه. فانا هركنه هنا لحد ما اسيح السمنه وخلاص ويكون هو الصف. فهنعمل ايه بقى مع بعض دلوقتي؟ هعمل لهم بقى حاجه حلوه. قلت بقى ايه عندنا زبده، هعمل لهم ايه رز معمر. فانا جايبه هنا لبن وغلياه من امبارح عشان يعمل لي القشطه بتاعته دي. بصي عشان تعرفي ان اللبن ده جاموسي وحلو جاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. ثواني يا رب. بصي قشطته. بصي بسم الله ده كيلو لبن. فكيلو لبن لما يطلع القشطه دي كده يبقى هو حلو قوي. يعني كده هو حلو قوي. الله اكبر يعني بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لي ايه لاصحاب الحاجه يعني وكده ويزيدهم. انا هطلعها عشان ابقى احطها على وش الايه الرز. هوريكم احسن يعني هعمل معاكم احسن صينيه طاجن رز معمر، مع ان ده مش طاجن دي صينيه بس مش مشكله. فهنا اللبن اهو ده كيلو لبن. هحط عليه حوالي كيلو نص كيلو رز. هدفيه بس عشان سقوعيه التلاجة. هوطي عليه كمان اهوت عشان ايه ما يفرش واحنا واقفين. ماشي. انا كنت هلحس دي بس انا خفت منك انت يعني. ماشي. هولع هنا بقى برضو مولعه الفرن عشان يسخن. هنجيب بقى ايه السمنه اهي. نحط بقى حته السمنه حلوه قوي وزياده كمان يعني اهي. بصي بقى تعالي شوفي السمنه الزبده. بصوا السمنه بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. سمنه بلدي 100%. هي بقري بس سمنه جميله اهي. بصي هوريكي بقى هي ازاي بتستوي وتعرفي انها استوت معاكي كويس. علشان لو السمنه ما استوتش كويس السمنه هتبوظ، هتعفن وتعمل عفن على وش السمنه وهتبوظ. فانا هخليكي تعرفي ازاي تاكدي انها ايه ان السمنه كده خلاص استوت ومش محتاجه ايه اي حاجه تاني وتقعد معاكي السنه كلها وهي بالطريقه دي. هنا بقى نحط الرز. طبعا في ناس بتعمل الرز على البارد، انا ما اعملوش على البارد. يعني انا هديله تشويحه يتشمع بس مع الزبده والحبايه الرز تتغلف ايه كويس. هنا هقلبها اهو الزبده مع الرز يا دوب بس هسخنهم بس. هنا اللبن هحط فيه السكر ولو احتجتوا كوبايه ميه مش مشكله لما تديله كوبايه ميه.
فانا هحط هنا السكر عشان يدوب، عشان ايه اتاكد من حياه قبل ما اعمله. وانت بقى ايه الحياه اللي انت عايزاه، يعني تخليه مسكر قوي على حسب ما انت عايزه تظبطيه. وهحط معاه كيس فانيليا عشان يخلي ريحه الرز حلوه. تعالي بصي يا رضا، بصي الرز اتغلف بالزبده ازاي اهو. بصي يا دوب بس. هحط بقى كيس الفانيليا في اللبن، وندفع اللبن. هو دافي يعني، انا مش عايزاه يبقى اكتر من كده اهو. وظبطت كل حاجه. هطفي بقى على اللبن على الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا السكر بس، هجيب حبه ميه كمان. بس القشطه اللي في الجناب دي يعني خساره نرمي اي حاجه حتى لو كانت ايه في الزمن اللي احنا فيه ده. وانت ما بتصوريش انا عارفه صح؟ بحسبك واقفه كنت هتتضربي. ماشي. احلى حاجه بقى وانا بصور اقول اللي انا عايزاه وانتوا مش قادرين تفتحوا بقكم. اقسم بالله ده انا بعد كده هعمل اللي في نفسي وهتحكي بقى، مش خايفه صوتك يطلع. ماشي. ظبطنا حياتنا وظبطنا كل حاجه. هنا انا مولعه الفرن، الفرن سخن اهو. فين الحته الاول؟ القشطه كنت هنسى القشطه. حته كده، حته هنا. يلا يا جماعه، يلا داخلين على صيام، داخلين على صيام ولازم نتغذى على اساس ان احنا يعني هنموت من قله الاكل. ان شاء الله هيبقى احلى رز معانا. هنحطه تحت. اول ما هيغلي اروح مشغله الشوايه من فوق. بصوا يا جماعه اهو. هخلط بقى السمنه دي دي سمنه جنه. انا ما بستخدمش غير جنه وروابي، انا ما بستخدمش اي نوع تاني من السمنه يعني. بصراحه ربنا بتبقى حلوه ومرمله. الغطا فيه يعني هنسيب الغطا؟ لا طبعا. اولع بس عليها فوق من هنا عشان ايه جو شتا وكده وهي مجمده. بس كده. مش عارفه صباعي ده اتخبط في ايه وجاني قوي. احطها بقى هنا اهي. تعالوا اوريهم الزبده بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. بصوا الزبده، بصوا الزبده، بصوا اللهم صل على النبي. الله اكبر، زبده جميله. ايديا اتعورت. بص بقى، نخلط بقى السمنه ديت مع ديت بحيث ان احنا نمشي ايامنا ونعديها يعني كده. والله تبقى جميله وكانها كلها بلدي ما فيهاش اي مشاكل اهي. وبسم الله ما شاء الله بتزيد وبتبقى حلوه وتملي بقى الخير عندك من ده على ده. كل حاجه بتمشي
لازم ايه نعدي الايام اللي احنا فيها دي وربنا يعديها على خير. علبه السمنه الجنه دي ب 120 جنيه، يعني انا جايباها ب 120 جنيه. الاول كنا بنجيبها ب 40 وب 45 وب 50، ولما غليت وبقينا متضايقين بقت ب 60 جنيه. دلوقتي بقت ب 120 جنيه، ويقول لك ده يا ريتك كمان تلاقيها. مش عارفه في ايه. خير ربنا كتير وكل حاجه موجوده، بس مش عارفه ليه التجار والبياعين بيدعوا الفقر، مش عارفه ليه. يعني لو رحت اي مول كبير ولا اي سوبر ماركت كبير تلاقي الحاجه بصي بسم الله ما شاء الله جايبه السقف. طب اشمعنى احنا هنا بيقولنا بقى في العراق يعني الحاجه مش موجوده؟ لا خير ربنا كتير، بس ايه الشر من انفسنا، وربنا يعديها على خير. بصي الصهد بس كده عشان ايه تجمد. بصوا يا جماعه، بصوا تعالي يا روضه كده. اول ما الميه اول ما السمنه تبتدي تغلى وتسيح هي كده، بصوا لسه طول ما هي بيضه كده كده السمنه مش مستويه حلو، لسه ما استوتش. اوعى حد يطفي على السمنه ويقول هي كده خلاص، لا خليكم معايا بس وانا هوريكم هتبقى تعرفي انها استوت ازاي. فتحت ايه تعالي هاتي الحله كده. لسه لازم توطي عليها تسيبيها تستوي ايه براحتها. السمنه لازم تقدح براحتها. النار العاليه هتخليها تتلهف منك وتتحرق وممكن تمرض. تعالي بص على صينيه الرز. بص هي طلعت الرز طلع. هنعوز بقى ايه نولع له الايه الشوايه. باينه. بصوا يا جماعه صينيه المعمر بسم الله ما شاء الله. هي لسه كمان هديها مشغله عليها الشوايه، بس انا قلت ايه اوريكم اللقطه الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. هوريها لكم ان شاء الله بعد ما تطلع، عشان حمدي جه من الشغل وهقول لكم هو جاب لي ايه وهو جاي. بصي يا روضه، بصي هي اهي ابتدت تصفر، بس هي لسه ناقصه شويه. وقفي. قبل اي حاجه استنى، جوزي لسه جاي من الشغل جاب لي فانوس رمضان. شكرا يا حمدي، اداني فلوس قال لي هاتي حاجات رمضان وربنا يعيننا بقى. بصوا الفانوس يا حمدي. بقول لك شكرا. العفو طيب. ماشي يا اخويا. كل سنه وانت طيب، والسنه الجايه يا رب تكون عند الكعبه ونكون سوا. البنت بتقول لك تخرج ذنوبكم، احنا لنا ذنوب. ماشي تعالوا بقى نحط له حته رز معمر كده وهو سخن. استنى نجيب له طبق حلو بقى من الحاجات الغاليه اللي احنا عاينينها. استني خد يا تيسير ادي لابوك الشاي. تعالوا بقى ايه نعمل الرز. تعالي يا روضه. جميل. بصي قعدوا فلفل وجميل ازاي. خدي ادي استني اجيب لك معلقه. انا عايز شويه سكر صدقوا. ادي لابوك
قولي يا تايسو. خليك انت بقى متذنبه كده. احط لك حته، احط لك حته، احط لك حته. لو ما قلتيش لا قولي بصوتك، لو ما قلتيش مش هديك خلاص، مش هحطك، مش هحطك. تحط كوبايه. بص بقى الاطباق دي، الحاجات ديت ايه احنا عاينينها للذكرى. عادي بس لما نشوف السمنه، عشان السمنه كده خلاص. بصي صفر، بصي بقى اللون ده كده ايه 100 100، اللون البامبا ده كده احنا خلاص خلصنا. هنطفي عنها وفي نفس الوقت ما تسيبهاش، يعني ما نسيبهاش على الولعه، لان السخونيه بتاعت البوتاجاز هتحرقها. احنا مطلعينها مظبوطه يعني، فما ينفعش نخليها اكتر من كده. فانا هنقلها هنا، بص على مكان هنا. ثواني يا روضه. وطبعا لازم تبقى على مكان بارد عشان ايه ما تستويش اكتر من كده. اهي ثواني انا جايه لك، هقول لك اسمه ايه. وتغطيها وما تغطيهاش كده، بس تسيب الصهد يخرج منها كده خلاص. كده احنا خلصنا السمنه وعملنا رز معمر. هستنى لما السمنه تبرد وهحطها في القسط معاكم، استنوني. بصوا بقى يا جماعه، انا سبتها بردت لحد انا كنت في مشوار ولسه جايه، فانا سبتها بردت اهي، يعني اهي لحد ايه ما خرجت وجيت. فانا هعبيها بقى معاكم. هو الصفى ونشف اهو بقى جميل. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه لا اله الا الله. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. وقفي كده دقيقه واحده يا برضه. دي بقى المرته اهي اهي. بصي بصي بقى السمنه، بصي ارفعي السمنه، الله اكبر. قلبي عليا كل كده. المرته دي انا مش هرميها، ان شاء الله بكره هفطر بيها لانها مسكره زي العسل، جميله. انا من زمان ما اكلتش مرته كده، يمكن من على ايام ام الله يرحمها لما كانت بتسيح السمنه. تسيح السمنه ده على امي. لون المرته لازم يبقى كده، لو طلعت بيضه عن كده السمنه مش هتبقى حلوه، ممكن تعفن منك. لازم تديك اللون ده، لو اغمق سنه ماشي، لكن اكتر من كده لا. بس هو اللون ده، ودي السمنه، وده على ام الله يرحمها في تسيح السمنه. كان ببص الحله ولا ملبخه ولا اي حاجه، ليه؟ عشان على طول ايدي فيها بقلبها، وهي السمنه بسم الله ما شاء الله الزبده جميله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. ودي طبعا اول حاجه انا اعملها رمضان السنه دي، الحمد لله. الحاجه يعني منها غاليه، فالواحد ايه بيجيب اللي على قده، كل واحد يجيب على قده. انا جبت 2 كيلو زبده، سيحتهم وخلطتهم مع ايه، مع واحده جنه وكده، وهنعدي بيها الايام وايه، وربنا بيعدي كل حاجه. كل سنه وانتم طيبين، واشوف وشكم على خير، واستناكم الفيديو اللي جاي.